عايزه اعرف هنتبسط في نهايه المسلسل جدا، وهنفرح في عيله فتح الله جدا. اليومين دول اتضاف للاسئله الوجوديه اللي بنسالها لنفسنا قبل ما ننام، زي احنا عايشين ليه؟ هو انا بنحب جعفر العمده ليه؟ يعني ايه المغري في شخصيه جعفر العمده؟ الناس ترتبط بيه الارتباط الرهيب ده، وليه على الجانب الاخر في ناس كرهاه الكره الرهيب ده؟ انا هتكلم في الحياد، يعني انا هبقى في الحياد، لا هبقى مع اللي بيحبوه ولا اللي ما بيكرهوه، لان انا بحب الاشطوطه، يعني دي اللي مركز معاها من اول رمضان. لكن هنشوف مثلا هل اللي بيكرهوا رمضان بيكرهوه مثلا عشان الممنوع مرغوب؟ يعني اللي هو عايزين نعرف، هو ان نفسي اعرف الناس بتحب محمد رامي ومحمد سامي على ايه؟ الاكلاشيه المسلسل المعروف المحروق واحداثه يعني يراها اي كفيف، والعيل الصغير اللي عنده 3 سنين ممكن يتوقع لك ويسرد لك احداثه ويقول لك اللي هيحصل ايه. عايزين يشوفوا الناس دماغها وصلت لفين، وبيغريهم اكتر وبيستفزهم انك بص تلاقي ان في يفط، وربنا فك دقتك جعفر العمده يفط لناس مبسوطه، وناس في احدى المحافظات بتوزع شربات بمناسبه فك دقه جعفر العمده. فكل الحاجات دي بتخلي وتلح على الناس اللي كارهه جعفر انها تصر على كرهها ليه، ويبدا يبقى عندها مبرر قوي لانها بتكرهه. على الجانب الثاني بقى الناس اللي بتحبه، هنسال الاسئله، هو ممكن يبقى افتراضات، ممكن يكونوا بيحبوا ليه؟ يعني هل مثلا لانه جعفر العمده بيمس جعفر الصغير اللي عند كل واحد فيهم؟ يعني كل واحد في الناس اللي بتحبه نفسه فعلا يبقى عنده جعفر اللي هو ما بيخضعش لاي قانون، اللي هو نفسه ينتقم من مديره وياخد حقه من مديره اللي بيلطش له وبيخصم له، نفسه ينتقم من جاره اللي بيرخم عليه في الرايحه والجايه وبياخد ركنته من العربيه بتاعته قدام البيت، نفسه يلسوع صاحبه العصفوره اللي في الشغل اللي دايما بيدينه اسافيل ويعلقه زي بودي، نفسه ان هو يعمل كل الحاجات، يبقى عنده نفس القوه بتاعه جعفر، يعني نفسه يبقى في قوه، يعني يبقى جعفر صغير كده في قوه يوسف منصور وهبه مندور ابو الدهب او لوشه ايهما اقرب للوكيشن بتاعك، وحكم ومواعظ الابنودي ونجيب محفوظ. يعني هو عايز ياخد الميكس ده، نفسه في الميكس ده يبقى يعني يطلع للنور، فهو مش قادر يعمل ده، لان طبعا لو هو فكر ان هو يلطش الحد ده، يا اما هيلطش له وهيرقده في المستشفى اسبوع، يا اما البوكس هياخدهم هما الاثنين وهيبات في التخشيبه. فبالتالي هو شايف انه لا، عالم جعفر ما فيهوش الكلام ده كله. يعني جعفر رغم جسمه المحدود لكن يقدر يقفل حاره بالكلسون، فهو عنده قدره خارقه. فانا عايز القدره دي في خيالي، يعني في عقل الباطن كده قبل ما انام ببدا اقول انا لو لبست الكلسون اللي هو زي بالظبط العبايه الحمراء والكلوت بتاع سوبرمان، لو لبست الكلسون وطرت في السيده زينب وخدت بقى كل اللي في الشارع عندي تلطيش، وجبت المدير بتاعي من البيت وجبته برده في الحاره، لان غالبا القوه تكمن في الحاره، وبرده خدته تلطيش، وصاحب العصفوره برده خدته، وجاري اللي بيركن مكاني وبياخد ركنتي برده لطشت له. انا لو عملت ده انا كده نفسيا هبقى مبسوط، هبقى مرتاح. ويا سلام لو انا كبير حارتي او كبير شرعي، فالناس بتلجأ لي في كل مشاكلهم، وبيحطوا لي كرسي وبيحطوا لي الشيشه بتاعتي وبيقولوا لي احكم. فكل واحد فينا جواه جعفر الصغير اللي نفسه يطلع للنور، فطبعا ما بيعرفش يطلع النور بتاعنا ليه؟ لانه زي ما قلت لك يا اما هتنتهي بالحبس، يا اما هتنتهي بانه ياخد له 3 4 5 ايام في العنايه المركزه. فبالتالي هو شايف ان ده الحل الاسلم، ان انا اتخيل. فزي ما احنا وصغيرين كان الواحد بيتخيل انه سبايدر مان عشان يعيش الحاجات اللي نفسه يعيشها، الناس الكبيره اللي بشنبات دلوقتي بيتخيلوا ان هم جعفر العمده لان هو بيعزز عنهم او بيشفي عندهم غليل وحاجه هم نفسهم يعملوها. فده دي ممكن تكون اجابه. الاجابه الثانيه ممكن يكون بسبب ان رمزي السنه دي كان سخيف جدا، فبالتالي احسن حاجه الواحد يتفرج عليها، مش لاقيين حاجه نتفرج عليها بعد الفطار غير جعفر العمده، فبالتالي التوقيت كان ممتاز، وده يحسب لشركه الانتاج. تمام. وممكن يكون زي ما قلنا الهوس بشخصيه الهيرو، تمام، او ان احنا دايما احنا شعب بيحب دايما يشوف مباراه بين الخير والشر، ويحب دايما ان الخير ينتصر في النهايه. انا مش عارف ايه الخير في شخص متجوز 4 عامل لهم جدول ومشغل وممشيهم بنظام العصايه والجزره، وان اللي عايزني يجيني انا ما بروحش لحد، وان الطلاق والتهديد بالطلاق ده اللي بانه في بقه، وسايب الحاجه في الصاله بتشيش عادي جدا وممكن يكون هو اللي بيغير لها الحجر، وعنده كارير شغال فيه بالربا، الكارير بتاعه مبني على الربا، وبيروح اخر كل يوم بالليل يسهر في كباريه. فانا نفسي افهم يعني الكاركتر ده يعني فين الخير اللي بينتصر في النهايه. بس احنا كشعب مصري عاطفي تمام متدين بطبعه
ده بالنسبه لنا الشخصيه الخير. يعني هو ممكن يكون عند المخرج احسن مني ومنك، فبالتالي احنا شايفين ان ده الخير. مع ان العيلتين لو بصيت ليهم هتلاقي ان الاثنين يستاهلوا الحرق، بس انت بالنسبه لك المخرج قدم لك عيله فجره جدا جايه على عيله فجره شويه كده، شويه يعني انت لو بصيت للاربع ستات اللي متجوزهم جعفر ما شاء الله عليهم يعني، ولو بصيت للحاجه صفصف برضو ما شاء الله عليها يعني، شخصيتها وتعاملها مع حريم ابنها برضو مش لذيذ يعني. ما فيش واحده من اللي بتتفرج تحب ان دي تبقى حماتها، ولا تحب انها تتعامل المعامله دي من جعفر. لكن لان جعفر كشخصيه الناس حباه، فاي واحده مصريه هتحس انها في ظل راجل الناس كلها بتخاف منه حتى لو هي من ضمن الناس دي. طيب ممكن ده يكون سبب. هذا السبب الموسيقى التصويريه الفجه والمشاهد الفجه اللي بتتعرض. يعني مثلا التشويق، عنصر التشويق الاوفر اللي بيعمله محمد سامي، ان هو دايما مثلا تبقى انت متوقع اوريدي ان هو مثلا انه بلال شامه، انه لما محمد رمضان لما جعفر شاف بلال شامه هيجري وراه فهيمسكه فهيعجنه ضرب، واول ما هيقول له ابنك وخلاص هيبدا يقول له ابنك، فهيروح بسرعه يهرب منه تاني فتخبطه عربيه. دلال مأجره العربيه دي عشان تقتل بلال شامه، فهو بيموت هيقول له انت فهيشاور له على الدور الرابع يعني على سيف، فهيقول له ماله المعلم سيف ده صاحبي وحبيبي، وبعد كده يموت. فهيفضل برضو الخمس ست حلقات اللي فاضلين لحلقه ليله العيد برضو كل يوم محمد سامي يقفل بقفله اسمه كده، فجاه تلاقيه كده بالفونت الغريب بتاعه ده اخراج محمد سامي، وتبقى الى اللقاء في الحلقه القادمه مع تشويق اخر وانت متاكد اصلا ايه اللي هيحصل، بس انت بتحب تكمل مع المكمل. يعني هل ده السبب؟ مع الموسيقى التصويريه اللي دايما بتبيع لك، يعني الموسيقى التصويريه احنا دايما شعب عاطفي جدا، فالموسيقى التصويريه ليها دور كبير. يعني مثلا انت لو في مشهد لجعفر العمده بيستحمى تمام والصابونه وقعت من ايده، لو محمد سامي دخل عليك بالموسيقى الحزينه بتاعت الموسيقى السسبنس دي، انت في لحظه كده هيصعب عليك جعفر العمده، هتنزل بسرعه جاري حتى لو بتفطر، تنزل جاري تجيب له دستة صابون من الفاخر عشان خاطر يكمل حمومه عادي جعفر العمده. فانت الموسيقى التصويريه بتاثر فيك لدرجه ان انت فعلا بتصدق اي حاجه وبتشتري اي حاجه. مثلا من المشاهد ان احنا ممكن مثلا مشهد عادي جدا جعفر العمده نازل يشتري علبه تونه الساعه 3 الفجر من البقال اللي تحت البيت، تمام؟ فالبقال اداله علبه التونه واداله بالباقي البان كولوريتس، تمام؟ فده مشهد عادي. لكن لما اجيب لك بقى في الخلفيه موسيقى تصويريه للمسلسل، محمد سامي يروح يرزع لك الموسيقى التصويريه في ودانك مع نظره جعفر العمده لايده واللي بان في ايده، ويضيق عينه ويقفل شنبه ويرفع الحاجب، فانت والفوكس بقى كلوز على عينه وهو بيبص على ايده وبيبص للبقال، تقول انت بتدي جعفر العمده بالباقي البان. انا لما دخلت عليه بكلوز الموسيقى التصويريه الحماسيه الرهيبه دي، انت خلاص توقعت انه غالبا كده خلاص الراجل ده اخر يوم ليه في البقاله، ده كده اداله بالباقي اثار مش اداله بالباقي البان. يعني في حاجه هتحصل، في عوق النهارده، في السيده زينب هترجع تاني الناس للمدرجات والاحداث هتبقى لايف والعركه هتبقى مع البقال الغلبان ده. هو المفروض ان كده خلاص، يعني انت كده خلاص، انت بقى في عندك تشويق، انت هتموت وتعرف، يعني انت خلاص هتموت وتعرف ايه مصير البقال والكلوريتس. يجي بقى محمد سامي ينزل بالتتر النهايه بالقفله بتاعته المخرج محمد سامي، فانت بقى ايه، يبقى عندك فضول رهيب انه هموت واعرف بكره يوم 22 رمضان بكره هيحصل ايه للبقال والكلوريتس، ايه مصير الكلوريتس والبقال. فتبدا تتخيل بقى وتبدا تحط في سيناريوهات وتبدا تنزل ميمز، يا ترى ايه اللي هيحصل بكره، وتبدا تتوقع ونبدا بقى نخمن على بعض على السوشيال ميديا كلها. فالموضوع اصلا معروف يعني احنا كلنا عارفين ايه اللي هيحصل مثلا للبقال او للكلوريتس او لمحمد او لجعفر العمده، بس بيلعب على الحته دي بقى عندك، تمام؟ هو بص بيغذي عندك اللي انت عايزه، يعني هو بيبيع لك اللي انت عايز تشتريه فعلا. وغير بقى برضو ان احنا برضو لازم نبصم ان محمد رمضان ذكي جدا في انه يعمل لنفسه براند، يعني يعمل لنفسه جمله، تايتل معين مثلا، لوجو، سلوجان معين، زي ما عمل لنفسه نمبر 1 وعمل لنفسه جمل معينه انا مش عارف ايه. فهو محمد رمضان شاطر جدا في انه يعمل دعايه لنفسه، يعمل لنفسه براندنج، يعمل لنفسه تيمه معينه تطلع بيها من رمضان، وانت يا ليفا مثلا لما بقول ببقى قد القول، يقول لك جمل انت لما تخلص المسلسل تطلع بيها فتبقى حافظها، فتتاكد 100% ان الراجل ده اثر فيك، بعيدا عن ان هو بيسوق نفسه في الصفحات وبيدفع لصفحات عشان تقول ان هو افجر من المسلسل. ما توصلش بس يا جدعان لان انت مثلا تدفع لصفحه عشان تحط احمد زكي وجعفر العمده ويقول لك اللي خلف ما ماتش،
وانه بقى عندنا احمد زكي الثاني. يعني معلش يعني مهما دفعت من فلوس الموضوع ده مش بالاجبار والله. وبعدين صعب عليك والله العظيم، صعب عليك، لان انت يا محمد يعني في ناس هنقول لسه هو يعني في سنك قريب منك واكبر منك ب10 سنين، انت لو وقفت قصادهم في مباراه تمثيليه في سكريبت معمول محترم او سيناريو معمول ابن ناس، مش من النوع اللي هو ايه انت شويجري واضحك على الناس، لا يعني سكريبت محترم كده مكتوب حلو، وجبت واحد من في ناس من الجيل بتاعك او من الجيل اللي قبلك وقف قصادك، يعني معلش يعني هياكلك في التمثيل. فما تجيش بقى تشطح فتروح تدفع لصفحه فتقول ان احمد زكي الثاني، بعيدا عن ان هو الراجل ممثل شاطر، ممثل شاطر بس مش قوي. يعني في فرق، لان في ناس لو وقفت معاه في مسلسل واحد بتغطي عليه، والدليل على كده بشهاده الناس اللي بتحبه، انه مثلا في مسلسل البرنس لما احمد زاهر وقف قصاده معلق عليه. محمد سامي كان وهو صغير غالبا بيطبق على مسلسلات زي زيزينيا وليالي الحلميه وارابيسك، والمسلسلات اللي ليها جماهيريه اللي هي فيها حبكه قديمه احنا بنحبها يعني كاجيال قديمه، يعني ايه اهالينا مثلا حببونا فيها وعرفوها لنا. والافلام التسعيناتي دي برضو اللي كان فيها شويه تويستات مش محتاجه منك مجهود. يعني مثلا انت مش هتتفرج على يوسف الشريف، فاللي هو انت مثلا مهما توقعت هتلاقي برضو يوسف الشريف بيرخم عليك ويتوقع فوق توقعك ويحسسك ان انت برضو حمار، اللي هو انت كانه جايب لك مساله 1 زائد 1، فانت قعدت 3 ساعات عشان تكتب 2 وتلاقي في الاخر هو في الحلقه اللي جايه بيقول لك لا ده 4. فهو مش بيخليك تحرق جاز. يعني هو بص محمد سامي بيعمل ايه من ذكاء محمد سامي، ان هو بيبيع لك المتباع. يعني هو يا باشا ايه اللي هيحصل؟ انت عارف انه مثلا من حلقه 1 ان ابنه هو اللي معاه مثلا، او ان اللي عملوا دول مثلا عيله فتح الله. انا مش هخليك تشغل دماغك وتقول انه لا ده مش فتح الله، مش عيله فتح الله، لا ده انا هجيب لك واحد طرف ثالث هو اللي هيطلع انه هو اللي عمل ده. لا 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 لا، انا بص انا يعني ايه، انا ببيع لك المسلسل وبحسك ان انت اذكى اخواتك وان انت شاطر شطوره اللي عارف القصه كلها والاحداث، بس هخليك غصب عنك تتفرج لحد الحلقه 30 عشان تثبت لنفسك كده وضميرك ان انا صح. الله العظيم ينفع مخرج، اقسم بالله انا محمد سامي مين اللي سيناريو وحوار وقصه واخراج وبلا ايه يا عم ده انا شطف المسلسل ده كله في 3 دقائق، ده انا اعمل قصه من ده. انا المسلسل بتاع محمد رمضان السنه الجايه هيبقى من عندنا هديه مني كادو كده، هبعته له كده ايه سوفونير بريد سريع. فهي دي اللعبه بقى اللي بيلعبها محمد سامي، ان هي قصه شعبيه. هو بيحب الشعبيات، يخطف لك ابنك ويخليك تدور عليه، يخطف لك بنتك ويخليك تدور عليها، يقتل لك ابوك ويخليك تدور على طاره. المهم انه بيلعب على الحته دي. يعني حتى هو يعني ايه، يعني هو غالبا استغل يعني طبق على ايه اللي نجح محمد رمضان اول ما بدا. يعني ابن حلال اتظبطت مع محمد رمضان، طب خلاص التيمه دي انا اثبتها والعب عليها خلاص، واحاول العب في ايه، هنقل في الشخصيات، بس لازم يبقى في ايه، يبقى في شخصيه قصاد البطل هي الايه المحور بتاعها. يعني هيبقى القط والفار. يعني انا مثلا تعالى نتخيل مع بعضنا، تعالى نتخيل مع بعض ايه اللي ممكن يكون هيحصل الحلقات اللي جايه. مثلا المشهد مثلا اللي هو ان انت طول ال3-4 حلقات يعني التيمه بتاعه مسلسلات بقول لك ليالي الحلميه، انه انت بلال شامه في ظهره وكل مره بيبقى قريب منه بس بيقعد يدور عليه وهو في ظهره، بس فانت اللي هو ايه، انت كمشاهد ابوس ايدك بص وراك، ابوس ايدك بص وراك، فتخلص الحلقه، فانت تبقى متاكد ان الحلقه الجايه هيبص وراك. بس انت برضو متاكد ان هو مش هيبص وراه غير على الحلقه 30، لان محمد رمضان معروف دايما بيرجع له حقه وبياخد حقه في الحلقه 30. فانت خلاص توقعت ده خالص. زي ما بالظبط محمد سامي عارف ان انت دايما بتطلع ميمز كل رمضان على ان محمد رمضان هيتحبس، وبرضه راح حبسهولك في المسلسل، لانه هو عارف الراجل بيبيع لك اللي انت عايز تشتريه، بيريحك، ما بيفرهدش الزبون يعني. فجاي بعدين فطبعا انت في الحلقه دي خلاص بقى وصلك لمرحله انه ابوس ايدك بص وراك، بص وراه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض بصوت مدحت شلبي بص وراه. فانت خلاص بقى متوقع ايه، انه هيجري هيمسكه هيديله علقه موت. وعندك توقع تاني موجود، انه هو بعد ما هيقول له خلاص في لحظه زي ما بالظبط حصل مع سيف وهي بتشاور له وبتقول له ده هو ده ابنك، ده هو ده ابنك، فهو راح بيقول لها ده عينيا، ده زي ابني، ده في عينيا، انت ما تقلقيش، انت فنفس الفكره. فهو هيبيع لك نفس البيعه، فهيقول له ابن مين، في اللحظه اللي هو هيعترف له فيها هتخبطه عربيه، فهيكون بين الحياه والموت، فهيشاور له على فوقه فهيقول له ابنك، على اساس ان هو سيف. برضه تحس انك انت بتتعامل مع بطل غبي، هو مش بطل غبي، هو انت مشتري منه برضه، لان انت مش عايز يحرق لك المسلسل، انت عارف ان كده العيد لسه فاضل عليه اسبوع، فانت عايز حد يبيع لك يبيعها صح، يعني يبيعها لك ليله العيد، فيبقى فرحه ليله العيد مع فرحه لبس العيد مع فرحه ان هي فرعون ده لايه ابنه. فانت مش عايز حد يحرق لك المفاجاه دي، فانت عايز يعني ايه، يعني هو بص انت مبسوط ان هو بيشوقك يشتغلك، انت مبسوط بده جدا.
يعني انت مش عايز الموضوع يتحرق كده في لحظه، لا انت عايز بص على رواقه خالص، كل يوم يكتشف طرف ويخلص على الطرف ده او ينتقم لحد ما تخلص خالص بنهايه مشهد قافله ان هو يحضن ابنه سيف بقى خلاص ويحبه تمام. وما عندكش مشكله، انت برضو انت شاري برضو انه ما يطلعش في الاخر سيف ابنه، يعني انت مش انت شاري دي، وهتسقف لمحمد سامي وتقول له يا راجل اخيرا احترمت ذكائنا يا اخي، اخيرا خليت الواحد يطلع اول مره فعلا تمشي عكس ما انا متوقع. لا انا مبسوط جدا من ده، انت برضو شاري ده، شاري جدا، بعيدا عن انت بتكرهه او بتحبه او انت شايف ان هو راجل نشر البلطجه او انه شخصيه بتنشر البلطجه او ان هو ما بيخترعش جديد ودايما بيمثل بجسمه وبيقلع ومش بيقلع والتيمه معروفه ومحروقه والكلام ده كله. هو ده جزء من نجاحه على فكره، يعني هو مبسوط بده، يعني هو حابب ان انت برضو بتنجحه حتى وانت كارهه. بس بعيدا عن كل ده، هو الفكره كلها فين؟ الفكره كلها في انه هو الراجل بيبيع لك المتباع، بيبيع لك اللي انت عايز تشتريه، هو محمد سامي تيم. عشان كده تلاقي ان هو محمد سامي لما بيشتغلوا مع بعض بينجحوا، لما كل واحد فيهم بيشتغل لوحده بتخيش من واحد في الاثنين او بتخيش من الاثنين. حلو؟ ليه بقى؟ لان ده المظهر بتاعه كمحمد رمضان، ابن الشارع ابن الشعب، اللي انت دايما بتحب تشوفه في الشارع وبتشوفه في الشارع اوريدي، ودايما هو ده اللي الدنيا دايسه على وشه، هو ده شكل البني ادم البسيط المواطن المصري اللي دايسين على وشه بالجزمه. بس في نفس الوقت رغم ان شكله يبان غلبان ويبان ان هو شبهك وشبهي في كل حاجه، لكن هو بيعمل اللي احنا نفسنا نعمله، هو بيعرف ياخد حقه من غير حكومه بقى وشرطه وبلاغات ولا بيتصل ب 122 ولا الكلام الفاضي ده خالص. لا لا لا، هو بياخد حقه بطريقته اللي انت نفسك تاخد حقك بيها، وبينتقم من كل الناس اللي انت بتكرههم في حياتك، يعني هو بينتقم من كل الناس دي وفي نفس الوقت برضه هو بيعمل كل اللي نفسك تعمله لو انت راجل متجوز ونفسك تعمله ومع يعني مع مراتك، بس بتخاف تمام لان ايه يعني ان يعني تحصل نتائج مش لذيذه، فانت بتحب برضه شخصيته اللي هو الشديد اللي بيحكم اللي دايما بيهدد بالطلاق واللي دايما بيتجوز على مراته واللي دايما بيبقى متجوز مثلا وفي 3 4 5 ستات احلى من مراته بيحبوه، او ان هو مش متجوز اوريدي بس في كل الحريم اللي في المسلسل مع دمه طبعا، ده عشان بس ايه يعني عشان الحرمانيه ليس الا يعني عشان الناس بس ما تعملش قلق، يعني كل الحريم اللي في المسلسل بيحبوه بيموتوا فيه وهو مفسد دماغه ومركز في كاريره تمام. فدي الفكره، يعني هي دي الفكره اللي دايما بينجح محمد رمضان من خلالها بالتوليفه اللي بيعملها له محمد سامي. فهو مش عايزك تشغل دماغك، يعني عايز فرهده روح ليوسف الشريف، لا عايز يعني عايز حد يقول لك، عارف انت الناس اللي بتقعد معاها كده في القعده، فاللي هو كل ما تقول حاجه يقول لك والله كلامك حكم، والله انت صح يا اخي، انا ما بحبش اقعد في القعده دي كلها غير مع عيسى، عارف ليه؟ والله هو اللي فاهمني كلامه، بص بيقول كلام موزون يا ابني والله العظيم. يا عم انتوا ما بتكتبوش وراه ليه؟ انا مش فاهم. انت عايز الشخصيه دي، محمد سامي ومحمد رمضان بيبيع لك دي. محمد سامي ومحمد رمضان بيتعامل معاك كمتفرج مشاهد على انك اذكى اخواتك، الجاحد اللي ما جابتوش سيناريست تمام. يعني انت تمسك تقعد على الكرسي بتاع المخرج مكاني، انا محمد سامي هسيب لك اروح اتسحر مع العيال وهسيب لك انت تقعد مكاني، انت تمسك الشيشه وتقعد مكاني. ده خلاصه ان محمد سامي ومحمد رمضان عايزين يبيعوا لك انت معانا في الاحداث، انت جزء، انت هتقبض معانا، انت هتقبض زيك زي منعم، يعني انت هتقبض زيك زي اخويا سيد، انت لا تقل اهميه عن اخويا سيد في البيت، ولو انا مت انت هتورث زيك زي سيد بالظبط كمشاهد. ليه؟ لان انت معايا ومتفاعل وعارف ومتوقع الاحداث، وانا مريحك وبقول لك فعلا ده اللي هيحصل الحلقه الجايه. فانا شايفك انا بتعامل معاك معامله ابن بلد جدع، مش بفرهدك، ببيع لك اللي انت عايز تشتريه، فبالتالي انت هتحبني، هتحب مسلسلاتي، هتحب تتفرج عليا. وزي ما قلت لك انا شبهك سمارك ولونك، وحتى لوني قمحي لون نيلي كبصر، فانا شبهك. بتشوفني في الشارع بتقول لي والنبي لو سمحت بس 5 ترغيفه بس ونقيهم سخنين وبالله ما يكونوش مفعطين، انا اللي ببيع لك ال5 ترغيفه دول، انا اللي بديك بالباقي البان، انا انت وانت انا اللي باخد على قفايا من المدير، وانا اللي بتهان من صاحب العصفوره ودايما بيديني اسفين في الشغل، وانا الجار بتاعك اللي بتقعدوا ترخموا على بعض 30 يوم في رمضان وتفطروا على بعض وفي الاخر تصلوا جنب بعض في العيد عادي جدا وتقسموا وتعملوا المصليه بالعرض وتصلوا جنب بعض. انا كل الناس اللي حواليك في مصر، فانت بالتالي هتحبني وتشتري مني وتموت فيا تمام. لكن انا بقى انت معلش يعني، لكن يوسف الشريف مثلا لو انت راجل بتحب تشغل دماغك مثلا هتفرج على يوسف الشريف
وتقعد لحد والله بيقفل 30 يوم بتوع رمضان وبرضه ما تبقاش عارف مين اللي عمل الزفت، مين القاتل ولا مين الجاني ولا مين اللي متنيل على نعيله، ويقول لك في الاخر اللي خاف الحلقه في الجزء الثاني، وتستنى بقى رمضان اللي جاي ويقعد يربط لك رمضانات في بعضها، يقعد يربطها لك كلها في بعض وانت اصلا مش فاكر اتسحرت اول امبارح. فانت عايز فرهضه روح حضرتك، لكن جمهور محمد رمضان معروف. فبس يعني دي الخلاصه، بس عشان الناس ما تزعلش من بعض والناس ما تشيلش من بعض. حضرتك انت بتحبه اتفرج عليه، حضرتك انت ما بتحبوش ما تتفرجش عليه. لكن اللي هو ايه الممنوع مرغوب، وانا عايز اعرف انتوا مخكم فين على يعني ده اللي توصلت له في الاخر والله. يعني حتى انا لما بتكلم على بنتقد مثلا حاجات عند محمد رمضان او في مسلسلاته او في افلامه، اللي هو بنتقده من باب اللي هو ايه، اللي هو من باب الميم، من باب الكوميك، من باب ان هو يعني هو فعلا بيستفز بيك حاجات تخليك فعلا تقول يعني يعني تبقى عايز بينكشك، فاهم؟ فاللي هو انت عايز تضحك تهزر، بتحب تهزر بس مش لوحدك يعني. لكن بعيدا عن ده كله هو بيعرف يقدم يا عمي تمثيل خفيف بسيط لايت بتيمه معروفه الناس بتحبها وبتتفاعل معاها وبتحس انها جزء من حدوته، وخلاص على كده وشكرا، وتخلص الحدوته وفعلا الناس بتنسى الحدوته خلاص يعني. لكن مثلا تيجي تقول لي لا يا عم اصل هو ما بيقدمش فن هادف، ما هو على فكره ما هو ما فيش فن هادف جماهيري دلوقتي. يعني الفن الهادف مش جماهيري، مش بيتفق عليه الاغلبيه او الطبقه الكادحه، عشان تبقى فاهم بس يعني. فده شغل بقى يوسف شاهين ولا شغل نور الشريف ولا شغل ايه الناس اللي هي عايز تتفرج على الحاجات دي حضرتك، ففي عندك مكتبه كبيره جدا. غير كده لا ما تشتريش. في قصر ثقافه عند حضرتك في البلد، في مكتبه الاسكندريه، ده لو حضرتك عايز تشتري. لكن هو في الاخر ايه ترفيهي يعني، وكان زمان ترفيه هادف دلوقتي بترفيهي اي حاجه تاني.